وفي الستينات كانت الناس آخر حاجة تفكر فيها الأغاني الشعبية، كانوا بيلبسوا بدل وفساتين آخر شياكة، وسهرة الخميس يسمعوا أم كلثوم وعبد الوهاب ويغنوا مع حليم ضد الاحتلال. كانوا عايشين الحلم مع الدولة، وكانت الأغاني الشعبية مرتبة تانية أو تالتة بالنسبة لاهتمامات الناس وقتها. بس بالوقت الناس بدأت تكتر مشاكلها وظروفها الاقتصادية بدأت تصعب، وبقى ناس كتير مش بتسمع الأغاني عشان حسوا إنها مش بتمسهم ولا تشبههم في الوقت ده. وهنا ظهر مبدع الأجيال بليغ حمدي، اللي قرر يجدد الأغنية الشعبية ولقى اللي عايزه عند الخال عبد الرحمن الأبنودي. وقتها ما لقوش أحسن من صوت محمد رشدي عشان يعبر عن المرحلة دي، وفعلا قدموا ثلاثية فنية مرعبة بدأت بأغنية تحت الشجر يا وهيبة. وزي ما بليغ كان متوقع ومراهن، الأغنية نجحت نجاح كبير وكل الناس بدأت تغنيها، لدرجة إن عبد الحليم حافظ بدأ يغير ويخاف على مكانته في قلوب الناس، وقرر يجرب اللون ده بنفسه. وكانت تجربة مع بليغ والأبنودي، وعملوا أغنية أنا كل مجهول التوبة، واللي نجحت برضه نجاح كبير. وبدأ يظهر أجيال جديدة ليها لونها وأسلوبها الخاص في الفن الشعبي. لو عايز تعرف الحكاية ادخل على قناة روتس على اليوتيوب، واحنا هنحكي لك الحكاية. روتس، لكل قصة بداية.